بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمكم النهارده يا جماعه على موضوع من اهم المواضيع في طب الاطفال، وهو التهاب الاذن الوسطى. انا هقول على الاعراض والاسباب وامتى ماما تاخد الولد للدكتور ضروري لازم. هو سببه دايما بيكون التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، وده بيكون فيروسي، لكن للاسف انه بينتهي بالتهاب في الاذن الوسطى علشان قناه السكوس بتتسد اللي احنا بنطعم الاولاد ليها. عشان كده التطعيم مهم جدا. لاحظنا كمان ان هو بيجي في الاولاد اللي هم بياخدوا حليب صناعي اكتر من حليب الام، ان حليب الام مهم جدا جدا لوقايه الطفل. وكمان هو بيزيد في الصبيان اكتر من البنات ومش عارفين ليه. بيزيد من عمر 6 شهور لغايه عمر 2 وبعد كده بيقل. امتى نوديه للدكتور؟ لما الولد يكون سخن قوي، او بيحس بألم شديد في ودنه، او يكون عنده التهاب في الجهاز التنفسي العلوي لازم نوديه. او لو الطفل قال انا مش سامع كويس، او امه لاحظت ان هو مش بيسمع كويس، لازم يروح للدكتور. للاسف دي من المواضيع اللي لازم ندي فيها مضاد حيوي، لان كل اللي بيسببها دايما بيكون بكتيريا، ولو سبناها بتتضاعف وبتزيد تعمل ميه ورا طبلة الودن. في الحاله ديت لازم هنعمل عمليات. لازم نتجنب الموضوع ده، فلازم نطعم الاولاد، ولازم نديهم حليب الطبيعي، وناخدهم للدكتور مع اي عرض يظهر على الطفل. والى اللقاء في مواضيع اخرى مع كلينيدو.